حاجه هنبدا بيها هنا هي الشربات. ليه هنبدا بالشربات؟ عشان الشربات لازم يكون بارد والجلاش سخن. يعني هنعمل الشربات يهدى ويبرد لحد ما نطلع الجلاش من الفرن، عشان على طول نحط عليه الشربات بارد. يعني لازم حاجه تكون سخنه وحاجه تكون بارده، يعني العكس عكس بعض يعني. خلاص، اول حاجه هنبدا بيها هنا الشربات، كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه وعصره نص ليمونه، وهنا معانا باكو من الفانيليا. تعالوا نشوف احنا هنعمل الشربات ازاي. بصوا، اول حاجه زي ما اتفقت معاكم قبل كده ان احنا بنحط السكر الاول عشان الشربات ما يسكرش معانا. نحط السكر كده الاول اهو. خلاص، بعد ما حطينا السكر بتاعنا هننزل عليه بقى بكوبايه الميه. مش هنقلب ولا اي حاجه، هنطلع بيه على طول على البوتاجاز، وبعد ما يسخن على البوتاجاز هوريكم احنا هنعمل ايه بعدين. بصوا بقى يا بنات، هنا الشربات خلاص اخد كده كام غلوه معانا. المهم غلي لحد ما السكر داب فيه. هننزل عليه بعصره نص ليمونه اهي، وهننزل عليه كمان بباكو فانيليا، وهنرجعه على النار تاني ياخد حوالي دقيقتين كده يغلي يعني. يلا على طول. بعد ما هنخلص الشربات بتاعنا هنشيله على جنب لحد ما يبرد وكده. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في الجلاش. بصوا يا بنات، معانا هنا المقادير اللي احنا هنشتغل بيها الجلاش. اول حاجه الجلاش حاطينه هنا في فوطه ومتغطيه عشان لما نيجي نشتغل ما ينشفش معانا من الهواء، احنا مش عايزينه ينشف. خلاص، معايا هنا كوبايتين من اللبن اهو، كوبايتين من اللبن ونص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السكر حبيبات. وهنعمل خطوه فيه، لو انت حابه ان انت ما تعمليش الخطوه اللي احنا هنعملها دي تقدري ان انت تحطي نص كوبايه من السكر المطحون. تمام، بس انا بحب اسهل عليكم، يعني بدل ما تروحي تطحني ومش عارفه ايه والكلام ده، فهعمل خطوه كده هخليكي مع ان انت ما تطحنيش حاجه. ومعانا هنا معلقتين من النشا او الكاستر على حسب ما انت عندك ايه، وهنا في ذره من الملح، وفي باكو من الفانيليا. خلاص، ومعانا هنا نص كوبايه من السمنه السايحه. تقدري ان انت تخلطي نص المقدار سمنه والنص التاني زيت. يعني النص ده ممكن تاخدي ربع كوبايه من السمنه وربع كوبايه من الزيت، بس انا هنا هشتغل بسمنه. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي اي حاجه، ولا هتلفي ولا هترولي ولا هتدهني ولا اي حاجه من الكلام ده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنرص الجلاش بتاعنا. هنشيل كده الحاجه دي على جنب كده اهو، وهنجيب الصينيه اللي هنحط فيها الجلاش اهي. خلاص، تقدري ان انت تدهنيها بسمنه او تفرشي فيها ورق زبده. انا هدهنها بسمنه. بصي اهي الصينيه عادي خالص ما فيهاش اي حاجه، بس هي مغسوله وناشفه يعني. هاخد كده حته سمنه وهدهنها. اما لو هتطلعيها مثلا هتوديها هديه لحد او هتوديها كده، فانت تقدري ان انت تحطي ورق زبده عشان يبقى شكلها مظبوط. اما انا هنا عشان خاطر البيت ويعني للبيت وكده فهدهنها، هستكفى كده ان انا هدهنها سمنه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو الجلاش بتاعنا، هناخد ورقه كده اهو وهنعمل كده اهو، هنكعوره. بصوا اهو، بس وهنحط كده اهو، بس ما تضغطيش عليها جامد، يعني احنا مش عايزين نضغط عليها جامد اهو. ما تضغطيش عليها جامد، يا دوب تلميها بس. هنكمل الكميه كلها بنفس الطريقه. بصي، مش بتضغطي عليها، انت بتخليها كده فيها شويه هوا كده من جوه. اللي هنعمل فيها التشريبه اللي هنحطها على الكلام ده. تعالي بقى، عندنا هنا كوبايتين اللبن، ادي كوبايه وادي الكوبايه الثانيه. خلاص،
وهنحط السمنة بتاعتنا، نص كوباية سمنة، والنشا بتاعنا اهو، معلقتين النشا هنحطهم هما كمان. نحط كل المكونات على بعض، بس هنخلي السكر في الاخر، هقولك ليه. لو انت هتحطي سكر بودرة هتحطيه عادي مع المكونات، اما لو السكر حبيبات هقولك هتعملي ايه. بصي بقى، هنا في ذرة الملح اهي حطيناها، والباكو الفانيليا. خلاص، تعالي بقى نشوف هنعمل في السكر ايه، لان انا معايا هنا السكر حبيبات. قلت لك لو السكر بودر، نص كوبايه السكر دي بودر هتحطيها عادي مع المكونات دي، اما لو حبيبات زي كده زي ما انتم شايفين، تعالي اقول لك هتعملي ايه. بصي بقى هنعمل ايه. هنجيب السكر، هنحط عليه معلقتين ميه سخنه، مش عايزين اكتر من كده، معلقتين بس ميه سخنه. ادي معلقه، دي ميه مغليه، وادي المعلقه الثانيه، او 3 معالق على حسب ما تلاقيه داب معاكي. هنقلب بقى، احنا عايزين كل السكر بتاعنا يدوب، عايزين السكر يدوب. ليه انا بعمل الخطوه دي وما حطيتش سكر بودره؟ بس ما خبيتش عليكم الصراحه، يعني انا مش بحب المواعين كتير. خلاص، فبحاول على قد ما اقدر الاقي اسهل طريقه واسرع طريقه ان انا اعمل بيها الحاجه. لكن لو طحنت سكر، لو عندي سكر مطحون وانا طحنه كميه وشايلاها على جنب كنت هستخدمها دلوقتي. اما انا السكر المطحون خلص مني في الكحك لما عملت الكحك، فلما بيكون السكر المطحون خلص بعمل الحركه دي، بحط ميه سخنه على السكر اللي انا هستخدمه عشان يدوب كله، وكمان تديكي التست اللي انت عايزاه، وفي نفس الوقت ما تكونش تعبتي نفسك وتعبتي الاجهزه الكهربائيه بتاعتك وعملتي خطوات كتير. طب على ايه؟ ما احنا اتفقنا ان مفيش وقت، واحنا دلوقتي في عصر السرعه. يلا بينا هننزل على المكونات بتاعتنا اهو. خلاص السكر كده كان ده تماما. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. صحيح، انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت معلقه من البيكنج باودر، في معلقه من البيكنج باودر ضفتها على الخليط ده، وهقلب عادي خالص. هنجيب الجلاش بتاعنا، انا عندي هنا صينيتين من الجلاش، وهننزل عليهم بالتشريبه بتاعتنا اهو. بس المقادير اللي انا قلتها دي كانت مقادير صينيه واحده بس، كيلو من الجلاش وكل الحاجات اللي انا قلت عليها، وما تنسوش معلقه من البيكنج باودر. خلاص خلصنا كده. هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 200، وفرن متسخن من قبل كده، يعني تسخين مسبق، مش تدخليها في فرن بارده. هتدخليها درجه حراره 200 وهتقعد في الفرن لمده نص ساعه، او على حسب الفرن بتاعتك. يعني لما تلاقي الوش بتاعها حمر كده يبقى تطلعيها. ممكن الوش ما يحمرش وتبقى الفرن بتاعتك بطيئه. لما تلاقي الحروف بتاعتها اللي تحت حمرت، يبقى تفصلي تحت وتشغلي الشوايه، وبعد ما تشغلي الشوايه تبقى عينك عليها. اول ما تلاقي الوش بتاعها اتحمر كده خلاص تمام، وهنطلعها وهنشوف احنا هنعمل ايه بعد كده. يلا نحط في الفرن كده على طول. ادي الجلاش معانا اهو بعد ما طلع، بصوا تحفه يا بنات، يعني شكله رهيب رهيب. ادي الجلاش اهو بعد ما طلع معانا من الفرن زي ما انتم شايفينه كده، تحفه يا بنات. يعني كلمه تحفه دي حاجه قليله عليه. بصوا شايفين الشربات بتاعنا زي ما احنا متفقين، احنا عاملينه وسايبينه يبرد. هننزل بيه على الجلاش اهي. شايفين الجلاش يا بنات؟ تحفه كده. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. يلا بقى، باي باي.